الأوضاع في مصر بشكل عام ليست على ما يرام، فالأزمة الاقتصادية في ذروتها والاضطرابات العمالية والنقابية دخلت مرحلة الاعتصامات والعصيان المدني، والحياة السياسية تعيش حالة من الجمود بسبب عمليات القمع للمعارضة والتيارات الإسلامية منها بشكل خاص. نستهل برنامجنا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية التي نقرأ فيها مقالا بعنوان داخل عقول الأعداء، يرى كاتبه أن على الولايات المتحدة الانتباه لدروس الحرب الباردة في تعاملها مع إيران. يقول جوردون باراس إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومستشاريه في حاجة ملحة إلى مخابرات جيدة لإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، وإنه بدون ذلك فإن السياسة الخارجية يشكلها الخوف والجهل أو التفاؤل الكاذب. ويعتقد الكاتب أن على أوباما خلال مناقشاته مع رؤساء أجهزة المخابرات تذكر الدروس الأساسية التي قدمتها فترة الحرب الباردة بدءا من أهمية الدخول في عقول الأعداء. ويستشهد باراس في هذا المجال بقول لوزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس عام 2006 بأن من الأشياء التي جعلت الحرب الباردة مخيفة عدم فهم كل طرف لعقلية الطرف الآخر. ويرى الكاتب أنه على الرغم من تعدد التهديدات العسكرية التي تواجه الولايات المتحدة، لكن مهمة التعرف على تفكير الآخر تظل موجها أساسيا في التعامل مع هذه المخاطر، وبالذات في الحالة الإيرانية. الهآرتس ذكرت على لسان النائب السابق لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي نيحيك نافوت قوله إن الرئيس اللبناني الأسبق بشير جميل اغتالته سوريا بسبب موافقته على اجتياح إسرائيل للبنان في العام 82 900 وألف بهدف القضاء على وجود منظمة التحرير الفلسطينية فيه. وكتب نافوت في مقال أنه في الوقت الذي طلبت فيه إسرائيل شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية لم ترغب بذلك القيادة المسيحية في لبنان، لأنها خشيت من المس بعلاقاتها مع الدول العربية، ولم تكن مستعدة للمشاركة في العملية العسكرية لأنها كانت لديها غاياتها الخاصة. لكن بشير جميل قائد القوات اللبنانية كان له رأي آخر وأيد الخطة الإسرائيلية كلها. وأضاف نافوت أن بشير ومثلما شهد على ذلك والده بيار جميل لدى تأبينه انحرف عن الطريق الذي وضعته القيادة المسيحية القديمة. وكان بشير الزعيم الذي مكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ الاستعدادات لأي عملية عسكرية أراد تنفيذها في لبنان، وقد قتل على أيدي السوريين لأنه شكل خطرا على مكانتهم في لبنان. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى استعدادات لاجتياح لبنان خلال العامين 80 و81، وأنه لولا بشير الذي عمل خلافا لسياسة شيوخ طائفته لما كان للجيش الإسرائيلي حرية عمل واسعة إلى هذا الحد استعدادا للحرب على لبنان التي اندلعت في حزيران يونيو عام 82. تخفيض أعداد المهاجرين المهرة إلى بريطانيا للنصف، هذا هو الموضوع الذي تكتب عنه صحيفة التايمز في صفحتها الرئيسية، تركز فيه الضوء على الإجراءات التي أعلنت عنها أمس وزيرة الداخلية جاكي سميث، ويتعلق بتشديد الإجراءات القانونية التي تسمح بالهجرة إلى بريطانيا من الدول التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي. التعديلات تتعلق على وجه الخصوص بالكفاءات الراغبة في دخول البلاد من مجالات العمل في حقول الخبرة المميزة كالطب والهندسة والعلم، وتعمل الضوابط الجديدة على تأكيد عدم وجود كفاءات مماثلة بريطانية موجودة بالفعل قبل السماح للأجانب بالقدوم للعمل فيها. وتقول التايمز إن النظام الجديد سوف يستفيد من تجربة دول أخرى مثل استراليا في مجال الهجرة، وسيعتمد على عدد النقاط التي يجب أن يستوفيها طالب الهجرة. وتنشر الصحيفة إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية لجأت إلى مثل هذه التغييرات بعد قيام عدة شرائح من المجتمع البريطاني بالإضراب احتجاجا على استقدام عمالة من الخارج لأداء تلك الوظائف التي يوجد من يمكنه القيام بها من البريطانيين.
ويتوقع أن تخفض هذه الإجراءات أعدادا المهاجرين من ذوي الكفاءات من خارج أوروبا من 26 ألفا في السنة إلى 14 ألفا فقط في العام. في الديلي تيليغراف نقرأ عن أعضاء البرلمان الأوروبي والأرباح التي يحققونها، وتنشر الصحيفة نتائج تقرير أجرته مؤخرا لجنة تدقيق داخلية بالاتحاد الأوروبي يفيد بأن أعضاء البرلمان الأوروبي يحقق كل منهم أرباحا وفوائد مادية تصل إلى ما يوازي مليون استرليني خلال الدورة البرلمانية الواحدة. وتقول الصحيفة إن التقرير يفند الأساليب الملتوية التي يلجأ إليها أعضاء البرلمان الأوروبي لكسب هذه الأموال، ومنها تسجيل أسماء مساعدين وهميين لهم والحصول على بدلات تنقل وسفر ومصروفات إدارة المكاتب الخاصة بهم والتي تخالف الحقيقة. وقد أدى صدور التقرير إلى ارتفاع أصوات تطالب بإجراء تحقيقات جنائية فيما يحصل عليه أعضاء البرلمان الأوروبي مع تطبيق قواعد شفافية أكثر صرامة لضمان عدم إهدار أموال دافع الضرائب الأوروبيين.